في الحلقة اللي فاتت شفنا الأمير إد وهو بيطعن نفسه بالسيف، بعدها بيصحى الأمير بس بنعرف إن دوت مش الأمير، ده السيف السحري بس اتجسد في جسم الأمير. وشوفنا خاله وهو بيدربه وبيتفاجئ إنه عمل قلب مانا، لأن على حسب كلامه اللي بيعمل قلب مانا دوت هو المرتزقة اللي من الدرجة التالتة. وبنشوف بطلنا وهو بيفتكر خاله وهو بيقول له قلب المانا ده تقنية ضعيفة، خليني أوريك عشان أفهمك أكتر. وبيعمل دايرة من المانا في إيده وبيحدفها على بطلنا فبيتفاداها. وبعدين خاله بيشرح له أكتر عن سلسلة المانا دي. سلسلة المانا دي تقدر تدمر أي سيف مانا. بتفكرني أنت بعيلة الكونت إيلا، لأنهم متمسكين بقلب المانا لغاية ما اتبادت عيلتهم كلها من 100 سنة الكلام ده. عشان كده ما تلاقيش حد عاوز يتعلم قلب المانا دلوقتي. فبنشوف بطلنا بعدها ماسك كتاب وبيقرا اكتر عن سلسلة المانا دي، وبيقول يا الدنيا اتغيرت عن زمان. دلوقتي السحرة بيستخدموا دوائر المانا والفرسان سلسلة المانا. ده حتى عملوا مستويات للفرسان، سلسلة واحدة، سلسلتين، 3 سلاسل، 4، لغاية أعلى مستوى اللي هو الخامس. شكلها تقنية مش تافهة زي ما كنت فاكر. اسم المؤلف الترانجن، أنا سمعت الاسم ده فين قبل كده. وبنشوف بطلنا وهو بيفتكر شخص كده وبيظهر لنا ان الشخص ده فارس. وبنشوف الفارس دوت وهو بيسأل حد انت بقى قديس السيف اللي الكل بيتكلم عنه؟ انا ايرنست الترينج جاي لك وعاوز ابارزك واشوف مين اللي فينا يستحق لقب قديس السيف، علشان شايفك كلك على بعضك كده اوفر ريتد. بنعرف ان قديس السيف دوت هو البطل ليونغ اللي البطل دربه. وبيقول البطل بتاعنا عشان كده الاسم دوت مش غريب عليا. الوغد ده كان بيستخدم تقنية غريبة ما كانتش سحر ولا سيف. يا ترى ايه اللي حصل له دلوقتي؟ راح فين بعد اليوم ده؟ وبنشوف بعضها بطلنا وهو بيسخن وخاله بيقول له قريت الكتاب اللي انا اديتهولك امبارح؟ المفروض تكون استوعبت الحاجة الغبية اللي انت عملتها. فبيرد بطلنا بالعكس انا مش حاسس بولا ذرة ندم. فبيبص له خاله وبيقول له شكلك بتحاول تنكر او مش فاهم الوضع اللي انت فيه دلوقتي. فبيرد عليه بطلنا وبيقول له زي ما صوابع ايدك مختلفة كل قلب مننا بيختلف عن التاني، لان في مصطلح اسمه المستويات ده لو انت ما سمعتش بيه قبل كده. فبيقول له خاله في اغبياء زيك كتير حتى ما بين المرتزق بيفكروا انهم ابطال رجعوا في الزمن. عارف ايه كانت اخرتهم؟ اتهزموا كلهم من غير ما حتى يعرفوا يعدوا مستوى الفارس ابو حلقتين بس. انت لو مفكر نفسك مختلف اثبت لي. اهزم بس يا عم محارب من الدرجة التانية، ساعتها بس هقبل ان انا ابقى واصي عليه زي ماما كانت عايزة. بس يا خالي ما افتكرش يعني ان الوصاية بتاعتك حاجة مهمة. شكلك مش عارف انت بتكلم مين. انا كنت المملكة وقائد جيوش الشمال وسيد فيلق الرماح السود، واحد من الاسود الفضية الخمسة الموالين للامبراطور. انا اللي وصلت للحلقة الرابعة. بيل هارد ده اسمي، ده اسم الراجل اللي هيبقى سند ليك. هل كل المؤهلات دي مش كفاية ليك؟ وبيبقى بطلنا مش قادر من ضغط الهالة بتاع الكونت وبتسحب الفرسان سيوف عشان يحموا الامير. وبيبص الاتنين بتحدي لبعض وبيقول بطلنا اتمنى ان انت ما ترجعش في كلامك. وبنشوف بعدها بطلنا مرمي على الارض بعد التمرين وخاله الكونت بيرهارد بيقول له كفايه عليك كده النهارده. وبنشوف بطلنا بعدها ماشي بيقول الوغد الشيطاني ده كل ما اشوف وشه احس انه عاوز يموتني. ولما بيخش بطلنا اوضته بيلاقي الطبيب الملكي مستنيه جوه. ولما بيساله بطلنا ليه مستنيه بيقول له انا هنا بامر من الملكه عشان اعالجك بالسحر العلاجي. فبيخرج بطلنا الدكتور من الأوضة وبيعرفه إنه مش محتاجه. وبيروح بطلنا عشان ياكل وجبته وساعتها بيخش على أخوه. وطبعا عشان إد ما يعرفش مين دوت الفارس اللي جنبه اللي بيعرفه إن دوت أخوه الأمير التالت. وبنشوف الأمير التالت بيقول سمعت إنك عملت حادثة بس مش باين عليك، شكلك أحسن من اللي أنا افتكرته على الأقل للأسف. فبيرد بطلنا من كلامك أفتكر إن أنت عايز تتخانق، شكل سمو الامير فاضي وما عندوش حاجه يعملها. فبيتضايق الامير التالت وبيقول له بطلنا انا سمعت حاجه مثيره انك عملت رهان مع الكونت بيرهارد مش كده، وانك هتبارز سياف من الدرجه التانية بخصوص الحوار ده. ايه رايك ان انا اكون الشخص اللي هيبارزك؟ وبنشوف بعدها للامير التالت مشي وبيقول للفارس لبطلنا سموك خلي بالك لان الامير التالت معروف عنه انه بارع في استخدام السيف. شكل الحلقه التانية هو عنده 14 سنه بس وتطوره سريع جدا. وبتخش الخدامة على بطننا وبتديله رسائل كتيرة جدا ويتفاجئ ان كل الناس دي بدأت تهتم بيه مرة واحدة. ولما بيفتح الرسالة بيعرف ان كل دول كانوا مستنين الفرصة دي عشان يعلموه درس بشكل قانوني. وبيقول بطلنا للخدامة وافق على كل الرسائل دي، انا هعرف الحسالة دول مكانهم. وتاني يوم بنشوفه واقف في ساحة التمرين وخاله بيحدف له سيف وبيقول له لازم اعلمك على الاقل شوية حاجات من فنون السيف عشان الموضوع يبقى فيه شوية عدل. مش عاوز اسمع منك اعذار لما تخسر. وفجأة بيلاحظ الكونت حاجة غريبة في بطلنا وبيسأله ما تقولش انك ما تلقتش سحر شفاء؟ فبيرد عليه بطلنا بصفتك فارس لازم انت تبقى عارف ان سحر العلاج بيرجع العضلات لحالتها الاصليه بس ما بيساعدش في النمو. فبيقول له خاله شغل كويس بس مش دوت اللي جايين نتكلم عنه دلوقتي، ركز معايا علشان مش ناوي اعيد كذا مره. هوريك اسلوب السيف التدريبي لمملكتنا. الاسلوب ده كل الفرسان المملكه بيتعلموه في مرحله التاسيس وبيعرض قدامه الحركات
وبطلنا لما بيشوف الحركات بينذهل ان الاسلوب ده على حسب كلام خاله الاسلوب البدائي اللي بيتدربوا بيه الفرسان. ليه؟ علشان اسلوب السيف دوت اللي قتل بيه التنين، ودلوقتي الاسلوب اللي قتلوا بيه التنين بيقولوا عليه اسلوب بدائي. فبيقول له خاله لما تتقن الحركات ديت ممكن تطلب من امك الملكه تجيب لك معلم تاني. فبيرد عليه البطل الاسلوب ده كفايه وبزياده. السبب اللي بيخلي الكل يعامل الاسلوب قتل التنانين اكنه اسلوب تدريب وضيع، لان قاتل التنانين بيفتقر الى اراده ذبح التنانين. الناس اللي اتخلت عن قلب المانا ونسوا ازاي بيحطوا الاراده في السيف مستحيل يعرفوا القيمه الحقيقيه للاسلوب ده. مع ان انا في جسمي ضعيف بس لازما اثبت ان اسلوب قاتل التنانين مش حاجه قديمه ممكن يرموها في الزباله. بتعدي ايام واسابيع وشهور وبيقدر يحول جسمه حتى لو حاجه صغيره، وتجيله رساله بتعرفه انه بنيه جسمه اختلفت. وبيطلع بيتنيه يتمرن لغايه ما بينسى نفسه وبيخش في نوع من التركيز التام. وبكده هيكون خلصنا الجزء الثاني من المنهج. لو عجبتك ما تنساش تقول لنا رايك في الكومنت، وما تنساش تشترك في القناه عشان تشوف كل اللي هو جديد. سلام.